الاتحاد والرسالة والأطروحة أيضا عندما تحولت تحول إلى مؤلف أنه في نوع من المزاوجة بين الرشد الأدبي والثقافة. عادة كثيرا ما قراية دائما يسمع الصوت ساعة ما هي قد ولذلك عادة التمييز بين الأدب وبين الأدب الشعبي وبين بين الإعلام يعود ثم تخاذل. بمعنى تخاذل احنا نشأت الدولة الوطنية المدينة بوجودها خاضت قرارات سياسية، عوامل من أهمها كانت وسائل الإعلام. كان مرحوم برنامج ونصر موريتانيا لكن الروغير والإذاعة وقرأت الإشارة إلى أن الأول يعنى بمفهوم التواصل والاتصال والربط بين هذه المجموعات المتساكنة من عهد بعيد حديثة عهد بالدولة وقديمة عهد بالتعايش والتسامح، ولكن انبجاز هذا الكيان الذي انبجس من بين رمال وهو على عهد حداثة مع الدولة المركزية كانت هذه الوسائل من أكبر الوسائل التي مكنت من تجريره والتمكين له محليا، والاتصال والتواصل وسلطة الضبط الأمنية والعسكرية حينها، الاتصال كوسيلة نقل حينها كانت الرباط، والإذاعة كوسيلة تواصل واتصال. ولذلك كان شعور الناس في الستينات عند استقلال الدولة الوطنية يوازي شعور المجموعة المتحلقة على نار تصطلي منها، تتبادل الأحداث وتتواصل بما بينها وتجمع ذرات هذا التراث المتناثر في الجغرافيا الإفريقية والعربية. وكانت هذه الوسيلة الترانزستور الصغيرة وسيلة فاعلة من أجل إحساسنا جميعا بأن وطننا ينبذق وينبجس وأننا نتحلق حول هذا المذاع كما نتحلق على النار المصطلية منها، ونسرد أحلامنا وآمالنا وتطلعاتنا نحو المستقبل. وفي هذه كانت وسيلة الاتصال، وأول من يشي وسيلة الاتصال هم أساسا الأدباء، لأن الناس نخاطبها بذاتيتها الثقافية المتعددة والمتنوعة، ولكن لا شيء ألصق وأشتر بمخاطبة الناس من أجل مذاق هذا الكيان إلا عندما نخاطب ذواتهم ذاتيتهم الثقافية، والتي يمثل الأدب الحساني والأدب الشعبي بصفة عامة جزءا لصيقا وحميما من تركيبة هذه الذاتية. لذلك عندما أتحدث عن الإذاعة وتحضرني هنا في إحدى المقابلات التي أجريتها مع المرحوم سيداتي كان أحد الموريتانيين عندما يقدم موريتانيا عندما يصل إلى دكار عند دخول الترانزستور يدخل إلى صاحب المحل يطلب منه شراء ترانزستور مذياع، يقول من أي نوعية مثلا سوني أو غيره، يقول لا لكن يقضي سيداتي لأن لا تهمه نوعية هذا الجهاز التقني، وإنما ما يهمه أساسا هو المضمون. ولذلك لم يكن الأديب الشعبي حينها مجرد أداء من أداءات البعد الجمالي في البعد الأدبي، وإنما كان مساهما في تجذير وتأسيس وتكريس هذه الدولة الوطنية من خلال بعد الشعور بالانتماء الجماعي إلى كيان جديد متجدد يحاول أن يجمع كل الذرات المتطايرة من هذه المجموعات السكانية المتساكنة والمتعايشة في موريتانيا. ولذلك ظهرت ما يعرف بظاهرة التحلق الجماعي حول المذياع، بمعنى لكم أن تتصوروا في هذه الصحراء الكبيرة هؤلاء المتحلقين حول جهاز مدهش يندهشون بشدته التقنية، ولكن يندهشون أكثر بهذه المضامين التي يحملها والتي تجمعنا جميعا. ولذلك ساهم الأدباء ليس فقط في تكريس الأدب الشعبي محليا، وإنما أيضا بمواكبة وتجديد الدولة الوطنية حينها. وكان من المهم أن هذا المزج الحاصل بين مفهوم الأدب وبين مفهوم الإعلام، أنه لم يعد محمد مرسي إبراهيم حينها مجرد أديب ولا مجرد إعلامي، وإنما يجمع العمامتين أو نفس العمامتين معا لارتباطه بمفهوم النشر وبمفهوم إذاعة وإشاعة هذه الأدب الحسانية على نطاق واسع، وهو ما سمح بديمقراطة الأدب وإشاعته ونشره على نطاق واسع جدا، وسمح بتملك الكثيرين أيضا بهذا الارتباط بالذاتية الثقافية الوطنية والمحلية. ولذلك ساهموا بالجمع والتوثيق. وهنا أشير بجهود الاتحاد من أجل تأسيس لموسوعة عملية جمع وتحقيق
الأدب الشعبي الموريتاني نظرا لأنه سيكون جهد كبير في تجميع الذرات المتناثرة لهذا الأدب وتدقيقها وتحقيقها، وسيسمح أيضا بإشاعة كل هذه المعارف. لذلك أمنت الوسيلة الاتصالية الجديدة على سياقنا انتشارا واسعا لهذه المضامين التليدة والعتيقة في قيمنا، وهي إشاعة الأدب الحساني بقيمه، وهو الذي يكتنس ذاكرة كل ذاكرة البلد بكل أمجادها وبكل تاريخها البناء وبكل تعددها وتساكنها. وكان لا بد من وسيلة تعضد جهود الدولة بالظهور، ولكن كذلك تمكن من هذا الأدب كوسيلة جمالية غنائية، ولكن كذلك كوسيلة بنائية ترتبط ببناء الدولة تمكنهم من الانتشار على نطاق واسع. لذلك ساهمت وسائل الإعلام بشكل كبير في التجدير والتمكين لهذه الدولة وفي إشاعة أيضا التمكين للأدب الشعبي بموريتانيا. وكان مما يربط الناس على الرغم من اختلاف الأوطان هو هذا التماهي الفكري والتماهي اللغوي الذي يجمع كثيرا منا في بلدان واسعة من القارة الإفريقية يشعرون بالانتماء ويشعرون بالنوستالجيا اللي دائمة أيضا بالنسبة هذه الذاتية الثقافية التي تجمعهم جميعا. لذلك سعدت كثيرا بأن أطروحة الدكتور محمد الصوينع كانت أساسا تحاول أن تسائل الازدواجية الحاصلة في دور الإعلام في تكريس الأدب الحساني، ولكن كذلك دور الأدب الحساني في خدمة هذا التخادم بين الأدب والإعلام ليس جديدا. كنا في الحسانية نقولوا هذا المغني هي قدرات ذاتية ولكن بعضها موضوعي أيضا. هذا قناة مرفوض قالها قناة مرفوض وهي شيء من السمات الجمالية الخاصة بنوعية الإنتاج، غير في شيء مولي من التمكين من الوسائل التي تحيط له الانتشار في سياق أوسع، إن كانت البيئة ودية أو أدبية ساعدت وحرضت وشجعت أكثر على أن تنتشر الذائقة الأدبية وتنتشر ذائقة الاهتمام بالأدب الشعبي. ومن هنا كان مفهوم الفتوة ومزجا بين العلوم الشرعية الدنيوية والدنيوية ونوع من التمازج الحاصل بين مختلف هؤلاء المتساكنين. كنت مرة قد سولت الشيخ حمدان حفظه الله، قلت له انتم إلى طرحت لي سؤال إنه قلت له هاي فيها اللي لا أصلا كان فيها عالم علمه أكثر من عقله وواحد آخر عقله أكثر من علمه واحد مقدم فيه. قال لي اللي يقولون مثلا علمه أكثر من استخدام البعد العقلي فيه إنه الشيخ بدال، وإنه اللي مساوي فيه قال إنه الشيخ حدود، وإنه هو البعد العقلي فيه أكثر حضور من البعد العلمي. قال لي أنا قاعد أعلمه اللي هذه الديار قال الشيخ حدود، وأنا قال لي إن كان لا بد لي من وصفي فهو أنني أخوف علماء الإسلام على بيضة الإسلام، لذلك أتخذ قرارات يعتبرها البعض بطاحا أو مغاسلة للسلطة وغير ذلك، وبوصلته الكبيرة هي السعي بالحفاظ الدائم على بيضة الإسلام وعلى النظام القائم حتى لا يمسه ولا يتملك أي مساس بالتهديد. وجهه أنه في بعد الأدب قال لي كان عندنا الصد أن فما الفتوة مفهوم الفتوة، لذلك خيمة قال لي العاقل ما قطعت أنت محضر ما خلي محضرا قال لي العاقل لا خيمة قال لي التدنات الإلواء الطهار الإكرام. عملية المزج هذه قال لي عدوى مغفرية، بمعنى عملية التساكن الحاصل بين المجموعات السكانية محددة تتطلب درجة من التساكن بحيث ان كل واحد يعرف الثقافة اللي عند الآخر، الثقافة اللي عند الآخر. وإذا صيرت منه لاحقا هذه الفتوة الجمع بين البعدين الديني والدنيوي، الثقافتين العالمة والمحاربة والثقافة الروسية والأمجاد أيضا كيان واحد ينصهر. لذلك وسيلة الإعلام بقدر ما هي وسيلة تساعد على المزيد من الانتشار خدمت الأدب الشعبي تمكينا له وتجديرا له. والأدب الشعبي خدم هذه الوسيلة لأنه من ناحية قوة الاستماع والقوة المقروئية أيضا كانت من أكثر. إن تحدثنا عن الأخبار باللغة العربية هذه موجهة للانتليجنس الصغيرة أو البرجوازية الصغيرة العالمة أو المتعلمة. أما ما يجمع الناس وأما ما يخاطب ذاتية الناس فهو
كلما تعاظم الخبر في عدد مستقبليه تعاظمت أهميته، وذلك ما يجمعهم عمليا هو هذه الذاتية الحميمة، هذه الذاتية المرتبطة بالأدب الشعبي. ولذلك خدم الأدب الشعبي وكيف الإعلام من خلال توفير قراء مستمعين ومشاهدين كثر بحساب عملية تعداد المقروئية ونسب المشاهدة، وخدمت الإذاعة أيضا وسائل الإعلام حينها أيضا الأدب الشعبي من خلال تمكينه من توسيع قاعدة استقباله وترقية الذائقة الفنية والأدبية لدى مستهلكي المادة الأدبية بصفة عامة. وهي وسيلة الإعلام. تاريخ قاع ياسر الناصر للطريقة المكلوهانية يقول إن المماثلة كنا نقول دائما التاريخ السياسي عام فلان ولا الأمويين ولا العباسيين ولا لا، ويقول لك إنه تاريخ الإعلام وتاريخ التطور وسائله، بمعنى متى نشأت على هذا الكوكب بشرية وتطورت في وسائل وعلائق متعددة منذ مئات ملايين السنين، ولكن ما نعرفه من ذلك هو عندما ظهرت وسيلة إعلام وحيدة وهي العصر الحجري، بمعنى حينما استخدم الحجر كوسيلة للتواصل والكتابة أو ظهور الكتابة 5000 سنة قبل الميلاد. بمعنى كل التاريخ الآخر هو تاريخ بين قوسين غير متقاسم أو غير مشترك أو غير نابع بمفهوم الكتابة. حينما ظهرت وسيلة واحدة بدأنا نؤرخ لتاريخ الإنسانية بتاريخ التطور وسائل إعلامها، وانتظر الكون بعد ذلك قرابة 15 قرن بظهور وسيلة دقيقة أخرى تسمى مطبعة. ولكم أن تتصوروا حجم التضحيات التي بذلها أولا ليصل إلى الكتابة، والأخرى التي بذلها 17 قرن تصل إلى العتبة الحاسمة الأخرى المرتبطة بعصر الطباعة، و4 قرون بعد ذلك يصل العتبة الرقمية. وكأن تاريخ الإنسانية يرتبط أي ارتباط بتاريخ وسيلة الإعلام التي تشهدها، التي لم تعد وسيلة محايدة نستخدمها فيما اتفق، وإنما تملي علينا أساقنا الاجتماعية، طريقة تواصلنا وطريقة اتصالنا إلى غير ذلك. ولذلك خدمت وسائل الإعلام خدمة جديدة الأدب الشعبي بموريتانيا تماما كما خدم الأدب ورواد الأدب الشعبي أيضا الإذاعة، ومن خلالها كل الأطر مجدرة للدولة الوطنية. وسعدت كثيرا بأن الأستاذ محمد استعرض كل الجهود التي قيم بها بهذا الصدد عبر وسائل الإعلام. أكبر الاستديوهات الآن في الإذاعة كما تعرفون استوديو إبراهيم، لأن الارتباط اللي حاصل بين ما كان يقدمه وبعد البوكي والآليات عليه وبعدهم كان ارتباط كبير جدا، وهذا في تجسيد لأن الذاتية الثقافية هي لا بعد السلطة الرياضية قاعد من الناس اللي من صلاحياتها الحفاظ على تعزيز الذاتية الثقافية للبلد وتنوعها وترقيتها وحمايتها، وهذا يشكل جزء أصيل من الاهتمام بالذاتية الثقافية اللي تجمعنا، واللي هو الأدب الشعبي واستخدام وسائل الإعلام خط بينه وما عمله هو ساهم ذاك يستند إليه أكثر بأداء صحيح من الرسالة أصالة خاصة، نظرا بأن هذه أول مرة تتناول هذا الموضوع. ولذلك أشيد بها وأتمنى أن تتحول إلى مؤلف، وأن تكون كل الاستضافات وكل الانتباهات بها في هذه المرحلة هي فرصة للمزيد من تعزيز التواصل القائم بين وسائل الإعلام وبين الأدب الشعبي. وهو لا كيف وسيلة الإعلام إذا كان الشيخ محمد سليح يقول العالم عالمين، واحد منهم كيف تستيل وواحد منهم كيف بير. البير اللي تكتب العام اللي هو كامل جاي جابر قيمته والله جابر الهيت تحت وكذا. السي ينظر عطاءاته وينظر تدفقاته إلى كل يصل إلى الآخرين. كذلك الشغل بالنسبة لوسيلة الإعلام هي التي تعمل على إشاعة وعلى إذاعة كل هذه الفضائل وكل هذه الأمجاد وكل هذه القيم وكل قيم ذاتية التي تقاسمها على أكبر قدر ممكن من الناس. وهنا أجدد التشكر للأستاذ محمد والاتحاد ولكم كلكم كحاضرين معنا،
أنا خدمت معنا العميد محمد يحيى الحر. الرماضي كان عندنا نقاش في الليل مكان وفاة العلامة الجديد الشيخ عبد المام. كنا مرة أنا جيت به عندي، كنا مرة نسوي الواقيش، مرة اتصلوا بالدود ديال حددنا بالتقرير، قال هو خالق قال من الكوير اللي نقول لكم أنا فيه محدد قاعد فيه، محدد لي أصلا المكان الجبل اللي في ضريح شيخ عبد المام، ضريح الشيخ عبد المام. بيقول لي الندب ما أقول له بعد الغنائي، ويكتنس ويختزن كل القيم وحده، ولكن كذلك حتى الامور المرتبطه بالسياقات المحليه وبالثقافات المحليه وبالفقه. واحنا هون عندنا بداوه نقولوا اصلا انها البداوه عاده حالمه. البداوه الحالمه ولها رايات من الوقت، قد يقول لقات من الشعر، قد يقول بوشوير، قد يقول قات عجله ويطلق. يقال التقنين تقعيد هذا مكانه المدينه. يقال احنا هون نتجذر قال البداوه العالمه، معناها حتى ذاك وقت إيران، ذاك وقت إطلاق، وذاك وقت كريس. في النهاية لا تستقبل المجتمع من خلاله، تستقبل الثقافة الفقهية من خلاله، تستقبل مفهوم الفتوى من خلاله، تستقبل كل القيم السائدة والمتجذرة في ذلك المجتمع. أنا طولت الحمد. شكرا جزيلا.